ايه عملت ايه؟ جيت المشوار ده على الفاضي. ايوه يعني قابلتيه ولا ما قابلتهوش؟ قابلته بس كأنه واحد تاني غير اللي كلمني في التليفون. قلت له فين يا حاج الدليل؟ قال لي معلش يا بنتي احنا طلعنا غلطانين. انا قعدت مع بتوع الحسابات بتوعي وهم كمان طلعوا غلطانين شويه كده، ولقيت لك رضوان داخل علينا. انا شفته هو داخل. ما انا فهمت على طول ان نجاح قال له. تلاقي الاتنين كانوا متخانقين مع بعض وواحد فيهم هدد التاني وبعدين اصطلحوا. انا من الاول نجاح ده ما برتاحلوش وقلت لك. هو كان صاحبي يعني يا حسن. انا بس اللي غيظني ان انا عارفه ان في واحد حرامي عندنا في الشركه وانا مش عارفه اعمل له اي حاجه. مش انت عايزاه يتحول للرقابه الاداريه قبل ما نبدا المشروع الجديد؟ اكيد طبعا. خلاص انا هعمل كده. ازاي؟ كده بس. لا اللي هيوقع رضوان مش واحد بيطعنه. بمعنى؟ يعني ما يقعوش مقاول من بره الشركه. شكرا. ده يوقعوا مهندس من اللي شغالين معاهم في الشركه عندنا من الصغيرين. المهندسين اللي معاه لو تفهمني بيأكلهم. انت لو كنت جيت الموقع كنت فهمت. ده بيحركهم بعينيه. ما عدا واحد كان شغال معاه برضه بياكل من وراه لحد ابن ما جاله مرض خطير اتخض حب يتطهر. جاني قلت له لا انت تجيب لي دليل مصور او مثبت بورق ووعدني اني هجيبه. طب وليه ما قلتليش؟ ما هو لو كان يشوف مكالمتك مع نجاح يقول الموضوع منتهي قلت استنى يمكن يحصل. بس لما عرفت من عفاف انه قال لك تعالي الموقع بصراحه خفت عليك. كانوا هيعملوا ايه يعني؟ انا ما اعرفش انا خفت عليك وخلاص. اكذب؟ ما انت بتكذب يا باشمهندس. انا كدبت في ايه؟ سخنة ايه اللي كنت فيها؟ ما انت كنت في العجمي، ما قلتش ليه؟ لا دي عقده كده العيال هي اللي مربينا. كل ما اقول لهم تعالوا نروح العجمي دول عجمي ايه يا بابا؟ واحد حد بيروح العجمي؟ الناس تصيف في الساحل تشتي في السخنه والغردقه. اقول لهم والله لما تعملوا 100 ساحل ما فيش الا اسكندريه واحده بس. طبعا دي اسكندرية تجنن في الشتاء. تحبي تيجي في الشتاء؟ والله انا بحب اعمل حاجات كتير قوي بس حظي مش مساعدني. ما أؤمنش انا بموضوع الحظ ده. احنا اللي بنعمل حظنا بايدينا. ما بلاش انت يا باشمهندس، ده انت حظك زيي. قولي لي صحيح انت كلمت اروى؟ كلمني عن المكان ده احسن. ده احلى مكان تشربي فيه قهوه في اسكندريه. ابويا كان بيجيبنا هنا. طب مش يلا بقى عشان الحق احجز تذكره؟ وليه؟ ما تكملي اليوم معانا وهعمل لك برنامج تحفه هتنبسطي واخليكي تتمشي على البحر. انت ليه مش بتحبي تشوفي البحر؟ عشان انا لو قعدت قدام البحر هنسى نفسي. يا ستي انسيها يوم، ايه المشكله؟ للاسف مش هينفع، لازم ارجع. ممكن يلا بقى؟ ايه نمشي على البحر؟ لا نطلب الحساب. تعرفي ان ابويا كان دايما يجيبنا هنا. تعرفه كل الصعايده يحبوا اسكندريه جدا. كان يجيبنا هنا نقعد ناكل ونشرب ونحكي وبعدين ياخدنا نتمشى على البحر. الناس كلها جميله كده وبسيطه وشبه بعضها. عارفه نفسي في ايه؟ في ايه؟ نفسي اخد ولادي واعيش بيهم زمان. ايام ما كانت الناس كلها بتاكل زي بعض وتلبس زي بعض وتسكن زي بعض وعايشين حياتهم البسيطه العاديه دي. اللي حاصل دلوقتي عامل ضغط رهيب على الولاد. ماركات وبراندات واشغال واحنا اللي بندفع ثمن كل ده. كلامك كله صح، بس انا محتاجه اوصل للمحطه. هتوصلني ولا لا؟ انا نفسي حظي يطلع حلو مره وما تلاقيش قطر. يا باشمهندس ده انت لسه قايل جوه انك مالكش حظ. صحيح. اتفضل.
تعالي اتفضل. تعبتك يا باشمهندس. هو ده السلوجان بتاع العيله؟ ما كنت قعدت والله قضيت اليوم وشميت لك شويه يود يفرقوا معاكي قوي. هو انت ما بتزهقش؟ لا خالص الصراحه. طب يلا روح كمل اجازتك مع ولادك. طب اوكي استنى لا 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 أوصلك. توصلني ايه وانا صغيره؟ يلا سلام. سلام. او بتوصلي كلميني لو سمحت. ماشي حاضر. كمان يا مصطفى اسرع بسرعه اقف في النص. يلا يلا مراد يا مراد، استنى اشوفك عايز ايه. ها يا سيدي، ادينا على البحر اهو. مش هتقول لي بقى مين البنت قبل ما ابوك يجي؟ انت عارف طيب المفاجاه اللي ابوك عاملها لك؟ لا، انت عارفها؟ عارف؟ هيعزل لك الاوضه اللي على الروف عشان تيجي انت والبند بتاعك تعزفوا براحتكم. في الخير ابوك ده والله. ها بقى برضه مين البنت؟ يا ابني انت فاكرني عبيط؟ انت يعني لما هتغير الموضوع انا هنسى؟ عايز ايه يا طاهر؟ مصاحب يا عم. ما انا عارف. مين بقى البنت دي؟ ومخبي ليه؟ ريهام مالها بقى ريهام؟ معايا في الجامعه بس ايوه، بس ايه؟ هي بس دي بقى اللي انا عايز اعرفها. ظروفهم وحشه قوي يا طاهر. ايه المشكله يعني؟ فرق المادي بيننا كبير قوي يعني. مش فاهم، وضح لي. ابوها تمرجي في عياده، مامتها داده في حضانه، واخوها خلاص خلاص يا عم الكئيب. شفت بقى؟ يا ابني المهم هي. بص، ابوك اصلا ما عندوش الازمات النفسيه دي، فايه المشكله ان هو يعرف؟ وبعدين يعني لو هي زي ما انت بتقول من عيله قليله او حاجه كده، هي ذنبها ايه؟ يا ابني والله هي مالهاش اي ذنب، ذنبها الوحيد ان هي بتحبني. بس انا مش عايز اعرف ابوك ومش عايز اعمل اي حاجه غير لما نتخرج ونشتغل عشان حتى يبقى في اي حاجه تتقال. فاهمك ماشي، بس انا متاكد ان ابوك لو عرف مش هيقول لك ابعد. وبعدين يا عم ما انت عندك انا وندى، هي اغنى بكتير، بس عادي. شايف؟ اول ما بتيجي سيرتها كلمني على طول. بحبها حب البت دي. استنى بقى اما ارد. يا الو تيتو، بقولك ايه، انا كنت بشرب كوفي كده في الكافيه وبعدين يوسف جه طلب مني اروح ابص على الديكور اللي هو عامله في الكافيه بتاعه، فبصراحه يعني احرجت ورايحه. مش فاهم يعني احرجتي ليه؟ عشان اصرني يعني. بس اسمع، معاه بنت كده شكلها صاحبته. ايوه احنا مالنا بالكلام ده؟ على فكره يعني انا كان ممكن ما اقولكش، بس انا ما بحبش اعمل كده. الله الله، انت كنت كمان مش عايزه تقولي لي؟ ايه ده لحقتي توصلي؟ لا حظي طلع وحش، ما لقيتش تذكره غير الساعه 8 بالليل. انا كده امنت بالحظ خلاص. انت فين بقى؟ ايه يا اروى؟ ايوه يا ماما. انت لسه في الشغل؟ ايوه في حاجه؟ بطمن عليك. لا انا في الشغل وهتاخر النهارده، ابقي طلعي اكل لاخواتك لما يرجعوا. حاضر. انا بس عايزه اقول لك ان انا يعني لسه بفكر، ما وصلتش لقرار. براحتك، انا ما سالتكيش اصلا. ممكن ما تزعليش مني على طريقه كلامي معاكي؟ كل مره بتقولي كده. انا اسف. اروى انا مش عاوزاكي تفضلي تتاسفي كتير. مش احسن من ما بيتاسفش خالص؟ اقفلي يا اروى. هو ايه صوت الهوا ده؟ انا في الموقع. يلا باي باي. هتسمع كلامك وترفض الولد رغم ان المنطقه صح زي منطقك. لا يا حسن منطقه مش صح. كل اللي قالته لك مظبوط. مش معنى ان باباه ومامته منفصلين ده يخليه ما عندوش قدره يفهم يعني ايه بيت وجواز.
لنفترض ده بنسبة كام في المية؟ حتى لو نسبه قليله بس في نسبه. ماشي. حط النسبة دي وسفرهم لوحدهم على دبي من غير أهله وأهلها، نسبة هتقل قد إيه؟ شوية هياخدوها على كندا يعيشوا هناك، نسبة هتقل أكتر وأكتر، ولا إيه؟ بص هي لو بتحبه أديك قلت لو. أروى ما بتحبش حاجة، عادي، كله عادي بالنسبة لها. يعني لو اتمسكت بموضوع وأنا قلت لها عليه لأ، الموضوع في الآخر يرجع لك، رأيك في الآخر هو اللي يهم، ما تتمسكش بحاجة، تسيبه. على قد ما ده بيريحني فيها، على قد ما ببقى بجد قلقانة وخايفة عليها. يعني هي نفسها تبقى مذيعة، لو جات لها لحد عندها أوكي، لو ما جاتلهاش مش هتحاول. فاهم عاوزة أقول لك إيه؟ في الآخر ما عندهاش شخصية. الاب بيبقى له دور في ده يا نادي، مش ذنبها. اخواتها مش كده. كل واحد حسب شخصيته. انا عندي مصطفى الصغير زي اروى بالظبط، لو ما كنتش ازن عليه مره واثنين وعشرة عشان يعمل حاجه ما بيعملهاش ويقعد كده زي ما هو. انا دوري بقى انمي شخصيته. لما قريت في الموضوع ده عرفت ان ده دور الاب مش الام. لهم ابوهم منين؟ لهم اي اب منين؟ ما تحكمش عليا بالفشل بسرعه كده. لا انا مش بحكم عليكي بالفشل خالص. ما في ابهات عايشين مع اولادهم بس مش فاهمين دورهم ده ولا مقدرينه. ناديه، الابوه شغلانه والامومه فطره. انا وولادي محتاجين الفطره دي. من كام يوم حصل بيني وبينهم حوار كده، الملخص بتاعه كله ان انا فاشل عشان هم ناقصهم ام. ده دور انا ما اقدرش اقوم بيه. بتضحك على ايه؟ عشان تقريبا دار نفس الحوار بيني وبين البنات، واروى امبارح بالليل قالت لي بما معناه ان انا فاشله. عارفه ان انا ساعات بشتري حبهم بحاجات اعملها عشانهم. يعني عشان يوافقوا معايا السفريه دي مثلا، وعدت كل واحد بحاجه كاني بشحت وقتهم. ها، فين البرنامج بتاع اليوم اللي ما يتنسيش؟ عندك حق. ايه رايك زي ما اتفقنا ما نجيبش سيره الشغل طول اليوم، ممكن كمان ما نتكلمش عن الولاد طول اليوم. انا موافقه جدا جدا. حلو. دي اخر مكالمه بس. قلقانين عليا. علي دايما الوحيد اللي بيتصل يطمن عليا. ايه يا علوه؟ الو، يا بابا، احنا هنتغدى ايه النهارده؟ احنا جعانين قوي. تقلقش يا حبيبي، انا وصلت لكم على ورقه اللحمه بالبطاطس اللي بتحبوها، هتوصل لكم لحد البيت. طب انت جاي امتى؟ لا انا لسه في الموقع. باي باي. ماشي، سلام. شفت قلقانين عليا ازاي؟ واضح. تحبي تروحي فين؟ انا مش عاوزه افكر، بس عاوزه افضل جنب الميه.